مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إريتريا تشارك في اجتماع مجموعة أصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة. انخفاض نسب الإصابة بالإيدز بنسبة 94%. تقييم العملية التعليمية في فرع. إيكواس تفرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم في غينيا. في استعراض للقوة حاملة طائرات أمريكية في كوريا الجنوبية. 7 قتلى في انهيارات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في السلفادور. السلام عليكم ورحمة الله. شاركت إريتريا يوم 22 سبتمبر في اجتماع وزراء مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة الثالث. وقال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع أن الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة له مضمون عملي وإعجازي لانعقاده في الوقت الذي أصبح فيه انتهاك أهداف ميثاق الأمم المتحدة أمرا عاديا وبشكل مفضوح. وذكر بأن المساواة السيادية للدول في ميثاق الأمم المتحدة تنتهك بشكل علني وفاضح بالخطوات الإجبارية الأحادية والحظر والتدخلات غير المبررة، موضحا بأن هذه الأفعال غير الشرعية إلى جانب جعلها الميثاق خاويا تعمل على إضعاف الدول وإثارة الأزمات وتدمير المجتمعات، ونتج عنها الحروب وإشاعات الحروب والتوتر والنزاعات والإرهاب والجرائم عبر الحدود ومخاطر السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف السيد عثمان صالح أن المبادئ المقدسة التي أقامت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المساواة والسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل يجب احترامها، وأهمية احترام السلام والأمن الدولي وتطور وحقوق الإنسان والرغبات المشتركة الإنسانية التي هي أساس أهداف الميثاق. من ناحية ثانية، أوضح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في اجتماع وزراء خارجية الدول عدم الانحياز 77 الذي انعقد في 21 سبتمبر على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن المرحلة تتطلب التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة. أعلنت وزارة الصحة بأن الإصابة الجديدة بفيروس الإيدز انخفضت من عام 2003 وحتى 2021 بنسبة بلغت 94% بفضل جهود المكافحة. وأوضح عضو وحدة مكافحة الإيدز الممرض برهاني غبريسوس لوكالة الأنباء الإريترية أن الإصابة بالإيدز التي كانت 4.34% على مستوى البلاد عام 2003 انخفضت لأدنى من 0.26% حاليا، لتنامي الوعي في أوساط الشعب بسبل مكافحة الإيدز. وأشار إلى أن التحاليل التي أجريت على الحوامل أظهرت نسبة الإصابة ب 0.26%، وانخفضت النسبة إلى 0.17% عام 2021، وتقديم الأدوية المنتظمة ضد الفيروس لهن ليلدن أطفالهن خالين من المرض. وذكر إدخال وسائل التحاليل التي يقوم بها الفرد بنفسه من اللعاب التي بدأت في الإقليم الأوسط على سبيل التجربة، ودعا لتناول الدواء سريعا في غضون 72 ساعة إذا ظهرت الإصابة بالإيدز والحذر من الأمراض المعدية الأخرى. أوضح أصحاب البساتين في مديرية أغردات العمل لرفع الإنتاج وسد احتياجات السوق من الخضر والفاكهة. وذكر أصحاب البساتين بأن ازدياد الإنتاج كما ونوعا يحدث تغييرا في حياتهم وحياة السكان لحصولهم على المنتجات بأسعار مناسبة إلى جانب خلق فرص العمل. وأشاروا إلى تربية الحيوانات إلى جانب أنشطة الزراعة المروية، منادين جمعية بساتين أغردات للعمل على سد النواقص، وناشده لتوفر نواقص المبيدات والبذور المحسنة والسماد.
دعا مسؤول المدارس في مديرية فرو الأستاذ إسماعيل علي في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 17 من سبتمبر، دعا لتعزيز مشاركة أولياء الأمور والشركاء لتقوية العملية التعليمية عامة وكفاءة الطلاب على وجه الخصوص. وأوضح التقرير المقدم ازدياد عدد المدارس في العام الدراسي 2021-2022 وارتفاع عدد الطلاب بنسبة بلغت 9.14%، وبلوغ نسبة النجاح 83% بزيادة 10% عن العام السابق، مشيرا إلى انخفاض مشاركة الطالبات كلما تقدمن في المرحلة الدراسية. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إن تقوية العملية التعليمية تخص جميع قطاعات المجتمع. وأشاد مدير مديرية فرو سيد عثمان عرفة بمساهمة المواطنين في سد نواقص المدارس، داعيا لفتح مدارس متوسطة في المناطق البعيدة لرفع مشاركة الإناث في التعليم. وأوصى الاجتماع لإيجاد حل لمصاعب المدارس واتخاذ خطوات تصحيحية في حق الطلاب والمدرسين الذين لا يلتزمون بالقانون. قام سكان مديرية نقفة بصيانة طريق أقرع أبولو عيلة صلام، وقد جرفت السيول الطريق وأصبح يعيق حركة المواصلات، ويشارك في النفير نحو 200 شخص يوميا لإنجاز العمل في أسرع وقت مع توفير معدات العمل اللازمة. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن قادة دول غرب إفريقيا في ختام قمة استثنائية عقدوها في نيويورك فرض عقوبات تدريجية على المجلس العسكري الغيني الحاكم لرفض تسليم السلطة مجددا إلى المدنيين سريعا. في السياق صرح عمر عليو توراي رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس في أعقاب القمة التي عقدت خلف أبواب مغلقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: لقد قررنا فرض عقوبات على غينيا. ووفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية وتضمنت أبرز ما خلصت إليه القمة، فقد تقرر فرض عقوبات تدريجية على أفراد وضد المجلس العسكري الغيني. ويقود المجلس الذي يرأسه الكولونيل مامادي دومبويا البلاد منذ انقلاب أطاح الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021. وصلت حاملة الطائرات الأمريكية USS رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان الكوري قبيل تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين تهدف إلى إظهار قوتهما في مواجهة التهديدات كوريا الشمالية المتزايدة. وستكون التدريبات المشتركة هي الأولى التي تشارك فيها حاملة طائرات أمريكية في شبه الجزيرة الكورية منذ العام 2017، عندما أرسلت الولايات المتحدة 3 حاملات طائرات لإجراء مناورات بحرية مع كوريا الجنوبية ردا على التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس. وقالت البحرية الكورية الجنوبية إن التدريبات تهدف إلى تعزيز الاستعداد العسكري للبلدين وإظهار التصميم الراسخ لتحالف كوريا والولايات المتحدة من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. أعلنت الحماية المدنية في السلفادور مقتل 5 أشخاص في انهيار أرضي في قرية صغيرة تقع على مقربة من بلدة هويسكوارا، مشيرة إلى أن وفاة شخصين آخرين في انهيار أرضي مماثل في قرية تقع بالقرب من بلدة بانشامالكو على بعد 21 كيلومترا جنوب العاصمة. وأوضح مدير الحماية المدنية لويس أمايا قائلا أننا في الفترة التي نشهد فيها سنويا أغزر هطول الأمطار في شهري أيلول وتشرين الأول. وفقا لوزارة البيئة والموارد الطبيعية فإن الأمطار الغزيرة هطلت بشكل رئيسي على المناطق الجبلية في البلاد. قال رجال إنقاذ في أستراليا إن نحو 200 حوت طيار نفقت بعدما جنحت إلى شاطئ مكشوف على الساحل الغربي لتسمانيا في أستراليا. وما زال أكثر من 30 حوتا من أصل حوالي
230 من هذه الثدييات على قيد الحياة، كما أفادت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الحياة البرية التي أشارت إلى أن إنقاذ الأسماك الناجية ستكون معركة صعبة. وظهرت لقطات جوية مشهدا لعشرات الحيتان السوداء اللامعة منتشرة على طول شاطئ أوشان بيتش، عالقة على الخط المائي حيث يلتقي المحيط الجنوبي بالرمال. وقبل عامين كان مرفأ مكواري القريب مسرحا لأكبر جنوح جماعي في البلاد على الإطلاق، إذ جنح فيه 500 حوت طيار. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. إريتريا تشارك في اجتماع مجموعة أصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة. انخفاض الإصابة بالإيدز بنسبة 94%. تقييم العملية التعليمية في فرع. إيكواس تفرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم في غينيا. في استعراض للقوة حاملة طائرات أمريكية في كوريا الجنوبية. 7 قتلى في انهيارات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في السلفادور. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.